بقول لك ايه يا ابتسام؟ نعم. هو انت بقيتي من بقيه عيلتنا؟ يلا يا اختي على بيتك، مش عايزه اشوف وشك هنا تاني. هو في ايه؟ هو انت كل ما تشوفي وشي تطرديني؟ ده بدل ما تقولي لي شكرا يا ابتسام انك جايه تجري في نصاص الليالي عشان خاطر تلحقي بنتي. بنتي مين؟ انت بس وليه حشريه؟ هو يعني كان حد قال لك تعالي ولا روحي؟ ابتسام مش حشريه. انا اللي كلمتها عشان تيجي تلحقني في المستشفى. حد طلب منك حاجه؟ بتفكري انت ليه ولا عامله علينا قبل النظره؟ يلا يلا على بيتك. معلش يا ابتسام، روحي انت حبيبتي وانا اكلمك. ماشي يا حبيبتي، الله يعينك على ما بلاكي، لو عوزتي حاجه باندهيلي. ابتسام، نعم. لو حد خد خبر باللي حصل واللي انت شفتيه وسمعتيه انا هدفنك بايديا، فاهمه؟ ما تقلقيش، ربنا يستر على ولايانا. هو انتوا ازاي كده بجد؟ يعني اخر اليوم بتعرفوا تحطوا راسكم على المخده وتناموا عادي زي البني ادمين؟ في يا اخوي ناقصينك احنا دلوقتي بمواعظك ودروسك. خش جوه يا محمود، خش جوه شوف ابوك عايز ايه. ده بجد؟ انتوا وصلتوا لدرجه ان انتوا بتتخانقوا مع كل اللي حواليكوا وسايبين السفله تمسح بوشوشنا وكرامتنا الارض. اخرس قطع لسانك، حسك عينك تقول نص كلمه على اختك. انا ما اقدرش اقول نص كلمه، خلاص بقى فجرت وبتسقط. ما تختبرش صبري لا قوم اقل بكرامتك يا واد انت. هو انت لسه هتقلي من كرامتي؟ ما انت قليتي خلاص، هتقلي اكتر من كده. بس لو هم ساكتين عليكي انت برضه هتفضلي اختي. ومن النهارده مفيش خروج من البيت، حتى لو حكمت ان انا اقتلك والله ما هتردد ابدا ان اعملها. انت اتجننت؟ انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انا اختك الكبيره اللي ممكن اديك بالجزمه ومحدش يلومني. قال تقتلني؟ قال ليه؟ هي عيلت؟ حسك عينك يا محمود تكلمني بالطريقه دي تاني. انا خلاص ما بقاش عندي حاجه لا اخاف منها ولا عليها. واوعى تفتكر اني اتكسرت بسبب اللي حصل وعرفني. طز فيك وفي اللي يتشدد لك. قال تقتلني؟ قال انا اللي هقتلك. وسع يا حسن الحق اختك. والله العظيم. تعملي ايه؟ تعالى هنا. تعملي ايه؟ تعالى هنا. يا علي سيبني. انت اتهبلتي ولا ايه؟ هاتي بقى كفايه فضايح. فضايح؟ بقيت دلوقتي انا اللي بعمل فضايح؟ ليه؟ انتوا كلكم نضاف وانا اللي بوسخكم؟ جرايه يا ماما، انت نسيتي ولا ايه؟ لما البيت ده ما كانش فيه ولا مليم بسبب اللي عمله ابنك الكبير، مين اللي كان بيصرف على المخروبه دي؟ مش انا؟ ولا انت يا كبير؟ مين السبب في اللي احنا فيه ده؟ مش انت؟ بقيت انا دلوقتي اللي بعمل فضايح؟ مين اللي كان بيقف معاك وجنبك في كل مصايبك وعمايلك السودة؟ مين؟ ما ترد. اتلمي يا عليا، كفايه. كفايه؟ لا مش كفايه، وسع. بقول لك ايه يا حلوه، اوعي تكوني فاكره ان هو اتجوزك عشان سواد عيونك. انت عارفه هو اتجوزك ليه؟ عشان الارض اللي سابها لك ابوكي، الارض اللي كانت هتورثك ملايين يا حبيبتي. انت مالكيش قيمه يا موناليزا، انت مالكيش قيمه يا حبيبتي. قيمتك من الارض هي اللي عملت لك قيمه. لولاها كان زمانه رماكي زي ما رماكي زمان، ولا نسيتي؟ الارض هي اللي عملت لك قيمه، انت من غير الارض ولا حاجه، مالكيش قيمه، فاهمه ولا لا؟ انت ما تسويش حاجه يا موناليزا، مالكيش قيمه يا حبيبتي. الارض هي اللي عملت لك قيمه. ما بس بقى بنتك فيها فقط. قطيها حلقه في ودنك يا موناليزا. ما تلم اختك. ما تسويش مليم يا حبيبتي. ما تتشمي بقى يا بنت انت. شفت الفضايح؟ ايه رايك فيا بقى؟ ما اسمعش صوت حد فيكوا تاني. احنا ما بقاش لينا قاعد في المنطقه ولا في البيت ده يا ماما. هنروح فين يعني؟ نروح يا ماما في اي داهيه، بالذات بعد ابتسام دي ست بيه اولى التاته ومش هترحمنا، هتفضل تقول لكل الناس وهنتفضح.
بعد اللي شفته وسمعت منكم معرفش انتوا مستحملين نفسكم كده ازاي. معرفش انا استحملتكم ازاي. بقى كل اللي كنت بتعمله معايا ده طلع عشان الارض. يا اخي تغر الارض، تغر الفلوس اللي تهين صاحبها كده. ابتسام اللي انت بتتكلم عنها دي انضف منكم كلكم. على الاقل هي الوحيده اللي وقفت جنبي وسلفتني الفلوس اللي انت سرقتها. كل الفلوس اللي انت خدتها مني وسرقتها وضحكت عليا ولا فرقالي تحت رجلي، عشان انا مش بعبد الفلوس زيكم. مستحيل اكمل يوم واحد في البيت ده. طلقني يا حسن. طلبتيها ونلتيها، انت طالق. بس هتخرجي من هنا يا موناليزا وانت بطولك. يلا في داهيه. ولاء، هو بركات فين؟ نزل راح فين؟ لسه مكلمني من ساعتين وقال اروح اتفق مع بتوع الفراش عشان العزا. معرفش، في حد تقريبا بعت له رسالة بمكان موناليزا، قام غير ونزل على طول. تعرفيش مين اللي بعت الرسالة دي؟ معرفش. حاولتيش تفهمي في ايه طيب؟ عشان نطمن. أنا مش مهتمة خالص يا أيمن بعد اللي هي عملته. ولا احنا مش هنخلص من القصة دي بقى. يا بنتي ده اختك، وطالما ابوكي سافر في الوقت ده وفي الظروف اللي احنا فيها دي يبقى اكيد في حاجة. انت كان لازم تقولي له ما تسيبوش يسافر لوحده. معرفش بقى. طب انا هحاول افهم كده في ايه طيب وهكلمه. ماشي. مش عاوزة حاجة طيب؟ شكرا. يلا خلي بالك من نفسك.